السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا العيد ده مسميينه عيد الفتة وعيد اللحمة، عشان كلنا بناكل فيه اللحمة. فانا بقى بصراحة طول عمرنا عارفين ان اللحمة وانتي بتسلقيها لازم تشيلي منها الريم عشان تطلع معاكي صافية وزي الفل. وطبعا كلنا بنزهق شيل الريم وحط الريم، وحاجة يعني بصوا بتوجع القلب. تعالوا نعمل شوربة زي ما انتوا شايفين كده، صافية وجميلة ولحمة دايبة، ما تاخدش منك اي وقت، نص ساعة تبقى مجهزة احلى سفرة في العيد الكبير. وبصوا زي ما انتوا شايفين الشوربة تحفة، صافية وجميلة، من غير لا نشيل ريم ولا نحط ريم ولا نقعد بالساعات نطبخ اللحمة ولا نعمل أي مجهود فيها. عايزة أقول لكم إن أنا عملت رز ولحمة. ممكن تعملي فتة، تحطي طبعا تحت الرز ده تكسري عيش او تحمريه وتحطيه. اول حاجة بس انا معايا مية مغلية زي ما انتوا شايفين، مش محطوط فيها اي حاجة، يعني مية كده جبتها من الحنفية وحطيتها. اول ما غلت حطيت فيها اللحمة دي كانت في الفريزر، عشان كده متلجة، كده كده ما تفرقش معايا، لاني دلوقتي بس هتاخد غلوتين تنزل زفرتها وتنزل كل ايد الجزار وكل حاجة فيها في المية اللي انا حطيتها، يا دوبك تغلي غلوة وهنقلها للمية النظيفة الجميلة دي. حطيت فيها زي ما انتم شايفين بصلاية كده زي ما هي، وحطيت فيها ورق لورا، وحطيت فيها فلفل حصى ومعلقة صغيرة من السكر عشان تساعد ان اللحمة تستوى معايا بسرعة. وابتديت ان انا اجيب اللحمة اللي واخدة غلوة واحدة بس زي ما انا قلت لكم واحطها فيها. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت فيها برضو مستكة وحبهان، وسبت كل الكلام ده مع بعضه. اخر حاجة هحطها الملح بس لما تستوي، علشان خاطر ما يقللش السوا بتاعها. انا مش عايزاها تاخد معايا وقت، لان زي ما قلت لكم عايزاها في نص ساعة تكون مستوية. انا كده نقلت كل اللحمة في الحلة، هسيبها بقى تغلي غلوتين على نار عالية، وبعد كده هدي النار عليها واسيبها كده تاخد وتدي مع بعضها. وبعد نص ساعة هتكون مستوية، لان السكر هيسرع عملية السوا. يلا بينا الحلة التانية. حطيت كده معلقتين كبار من الزبدة زي ما انتم شايفين، اللحمة اهي زي ما انتم شايفين بتغلي جنبه. حطيت معلقتين كبار من الزبدة عليهم معلقتين من الزيت او اي مادة دهنية انت بتفضلي تستخدميها. وابتديت ان انا كنت عامله رز، عملته ايه، يا دوب غسلته وحطيته في الصفايه زي ما انتوا شايفين، ولا نقعته ولا اي حاجه. نزلت كميه الرز كلها في السمنه بتاعتي اللي انا حطاها، وابتديت ان انا اقلبهم. هحط ايه مع الرز؟ هحط معلقتين كبار من الحبهان، وهنحط الملح ونزود كمية الرز، تحطي قصادها كمية المية، بس طبعا تكون مية مغلية لان احنا حمرنا الرز. بصي بقى الرز طالع معايا مفلفل وجميل ازاي، ما عملتش فيه اي حاجة. بصوا الشوربة ما شاء الله تحفة. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.